في كلام ان خلاص اتفاق الاستاذ كامل ابو علي مع الان جيجر. الان جيجر المدير الفني السابق السويسري لشبيبه القبائل. في الجزائر بيقولوا الان جيجر جاي مصر عشان يمضي مع الاهلي. وفي البورسعيد بيقولوا خلاص الاستاذ كامل ابو علي اتفق معاه الان جيجر وهو المدير الفني القادم للنادي المصري. والغريب ان الاستاذ كامل ابو علي طلع في اكتر من قناه فضائيه وقال هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي لانجولا والزامبيا خلاص مضى. مبروك مبروك يا استاذ كامل، هيرفي رينارد مدرب كويس، مبروك، شاكرين والله شاكرين. تاني يوم الاستاذ هيرفي اعتذر. ايه يا استاذ كامل، هو انت مش متعاقدت ومضيت؟ لا ده كان هو جاي لي المغرب بس اعتذر كان هيمضي. طب وفي حد رئيس نادي يعلن وفي مشاعر جماهير بورسعيد وناس عايزه تعرف مين المدرب يعلن المدرب قبل ما يمضي مع المدرب؟ ولا ودي اداره جديده ولا ما نراهاش؟ ده الف ب اداره. ما ينفعش اعلن عن مدير فني قادم لنادي في قيمه النادي المصري من غير ما اكون مضيت معاه. طب في كلام دلوقتي اصل هيرفي رينارد يعني خلاص ما عرف ان الاهلي عايزه تاني فكبر للمصري. هنشوف، كله كلام في كلام. ولكن في النهايه استاذ كامل ابو علي انا بشيد بيه كتير جدا وبتفق معاه ان هو بيحب النادي المصري، بيدفع فلوس كتير للنادي المصري، لولا ما كانش النادي المصري عمل فريق كويس. ولكن ايضا لابد ان يكون عنده مستشارين بيفهموا في كرة القدم. ويعني انا شايف ان هو بيعمل كل حاجة بنفسه وعايز يتعاقد مع كل لعيبة مصر. وكان زعل مني انا شخصيا ان انا اتكلمت انه ازاي يمشي كابتن مختار ويقيله. وانا كنت شايف ان دي مصلحة النادي المصري. صديقك من صدقك، يعني اللي بيقول لك الحقيقة وما بينافقكش هو ده اللي فعلا بيحب النادي المصري. كابتن مختار اقالته كان خطأ كبير، ودلوقتي يقال ان كابتن علاء ميهوب مستمر وفي خلافات كبيرة جدا ما بينه وما بين اللعيبة، وده لا يصح من اللعيبة ما لهاش دعوة مين المدرب بتاعهم. ولكن يقال ان هو اللي هيمسك ماتش مصر المقاصة القادم. كمان سامح العيدروس خلاص زي ما قلت لكم هينتقل للمقصه بعد ما اتفق مع النادي المصري انه يمشي، خصوصا ان عبد الله السيسي بيلعب اساسي على طول وهو بيشارك 10 دقائق ربع ساعه، ممكن ما يلعبش خالص. زي ما في كاس العالم للانديه وبيشارك فيها مازيمبي الكونجولي، في كاس العالم للانديه ايضا في قطر